السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ النهارده معانا شابتر 9 في كتاب فلوينت رياكت، والشابتر ده بيتكلم عن حاجه اسمها الرياكت سيرفر كومبوننتس. الرياكت سيرفر كومبوننتس دي ابلكيشن اركتكشر جديده شويه، بتجمع لك ما بين البيست اوف بوث وورلدز، اللي هو انك تعمل الابلكيشن بتاعك على الكلاينت وعلى السيرفر. فهي بتجمع لك ما بين الاثنين دول، بتجمع لك ما بين الاثنين عن طريق انها بتقدم لك نوع كومبوننت جديد اسمه السيرفر كومبوننتس. كل الكومبوننتس اللي احنا كنا بنتكلم عنها الفتره اللي فاتت دي، كل الكتاب اللي فات ده وكل اللي احنا بنستخدمه لحد مثلا قبل رياكت 19 كان كلاينت كومبوننت. ما بتكلمش على فريم وركس دلوقتي، بتكلم على رياكت فقط. تمام، ده كان كلاينت كومبوننت. يعني ايه كلاينت كومبوننت؟ يعني جافا سكريبت بيبعتها لي السيرفر، فانا بشغلها عندي عشان اعرض الكومبوننت واشوف الابديتس بتاعته والداتا بتاعته وكل الكلام ده. تمام، ف جت بقى رياكت سيرفر كومبوننت، قدمت لي نوع جديد من الكومبوننتس اسمه السيرفر كومبوننت، بيشتغل على السيرفر بس. فايه مزايا الكلام ده كله؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. تمام، اول حاجه يقول لك ان احنا عندنا ايه، نوع جديد من الكومبوننت زي ما قلنا اسمه السيرفر كومبوننت، ما بيتباعش في الجافا سكريبت باندل. دي اول ميزه له اصلا، او نزل ان هو مش بيتباعت في الكلاينت باندل. يعني السيرفر لما يجي يشوف الجافا سكريبت اللي هيبعت للكلاينت عشان يشتغل، ما بيبعتليش ده معاها اصلا، لان هو خلاص شغال على السيرفر بس. فدي نقطه. نقطه ثانيه ان هو شغال على السيرفر، ان هو يقدر ياكسس حاجات كتير من السيرفر اي بي ايز، زي مثلا الفايل سيستم، ان يفتش داتا من بره، انه يتعامل مع الداتا لاير زي الداتابيز ولازم منه كل الكلام ده. تمام، وعشان يوصل الكلام ده من سيرفر كومبوننتس للكلاينت كومبوننتس يقدر بكل بساطه يبعتها لها كبروبس، حاجه بسيطه جدا جدا يعني. تمام تمام. ماذا بعد؟ غير كده كمان بيشتغل في السيرفر انفايرمنت. السيرفر انفايرمنت يعني هي سكيور انفايرمنت من ناحيه، فانا اقدر اعمل عليها شغل سكيور، زي ان انا مثلا اتواصل مع داتابيز، اشتغل مع التوكنز بتاعتي، اشتغل مع ثيرد بارتي اي بي ايز، الكلام ده كله. حاجه كمان غير ان هي سكيور، هي حاجه انا بتحكم بيها. فانا مثلا لو عندي شغل هيفي، شغل تقيل في كومبيتيشنز عاليه وكده، تمام، اقدر اعمله على السيرفر، والسيرفر يعني يشتغل عليه عادي، لانه سيرفر انا عارف السيرفر بتاعي. فلو عايز مثلا سيرفر كبير هجيب سيرفر كبير، مش معتمد على جهاز اليوزر، مش معتمد على اليوزر مشغلني فين، هل على جهاز ضعيف، جهاز قوي، كل الكلام ده. تمام تمام. فبيقول لك بقى الكلام ده بيتم ازاي. الكلام ده بيتم ان بكل بساطه السيرفر كومبوننتس دي عباره عن كومبوننتس عاديه. تمام، والكومبوننت العاديه عباره عن فانكشنز. فالفانكشنز دي احنا عارفين ان انا لما بعمل كومبوننت فهو فانكشن بترجع لي جي 6. الجي 6 ده بشكله عامل ازاي؟ بشكله اوبجكت بهذا المنظر. فالاوبجكت ده انا ممكن اتعامل معاه باكتر من شكل. شفنا في السيرفر ريندرنج ان انا كنت بتعامل مع الاوبجكت ده ان انا برندره، بطلع منه اتش تي ام ال، والاتش تي ام ال ده بحوله لسترينج او بحوله لستريم وابعته للكلاينت. شفنا الكلام ده في السيرفر ريندرنج. هنشوف بقى شكل مختلف من التعامل مع الحاجات دي في السيرفر كومبوننتس. اوكي، او دي البنفيتس اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. نيجي بقى للسيرفر ريندرنج. ايه بقى علاقه السيرفر ريندرنج بالموضوع ده كله؟ سيرفر ريندرنج وسيرفر كومبوننتس هم عمليتين، مش هقول لك مختلفين، بس عمليتين يعني ايه، منفصلين عن بعض. دي حاجه ودي حاجه. مش معنى ان انا معايا سيرفر كومبوننتس انا معايا سيرفر ريندرنج، مش معنى ان انا معايا سيرفر ريندرنج ان انا معايا سيرفر كومبوننتس. زي ما شفنا من قبل كده، كان معانا سيرفر ريندرنج وما كانش معانا سيرفر كومبوننتس، فالدنيا عادي صباح الفل يعني. تمام. فايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم بكل بساطه هو ان واحده فيهم بتعمل ريندرنج، واحده فيهم بتمثل كومبوننتس من اسمها كده. تمام، السيرفر ريندرنج عباره عن ان انا باخد الكومبوننتس بتاعتي بحولها ل اتش تي ام ال على السيرفر وبرندرها وببعتها. دي كده عمليه الريندرنج اللي وببعتها. السيرفر كومبوننتس فكره ان انا باخد الكومبوننتس بشغلها، بشوف اي حاجه هي محتاجه تعملها، تمام، عشان تطلع الرياكت 3 دي. تمام، اي حاجه محتاجه تعملها عشان تطلع رياكت 3 بعملها على السيرفر. بعد كده بقى بشوف هل هحولها ل اتش تي ام ال وابعتها عن طريق السيرفر ريندرنج، ولا هل هبعتها كجيسون، ولا هبعتها ازاي، ولا اعمل بيها ايه بالظبط. تمام، فده الفرق الجوهري ما بينهم يعني. تمام، ان انا عندي عمليه ريندرنج ده اللي بيحول الحاجه من ايا كان شكلها اللي هو الجي 6 مثلا او الاوبجكت او كده ل اتش تي ام ال ويبعتها. وعندي حاجه ثانيه هي ان انا بتاخد الكومبوننتس تحولها للاوبجكتس اللي هو شكل الرياكت اليمنت ده. تمام، وده اللي بنسميه سيرفر كومبوننتس. فهو هنا مديك مثال، بيقول لك انت معاك الجي 6 ده، الجي 6 ده بيتكون من بيطلع لي الاوبجكت ده. تمام، فانا اجي على السيرفر اخد الاوبجكت ده، تمام، احوله بقى لايه، لجيسون اقدر اشتغل بيه. تمام، اشوف بقى لو محتاج ياكسس داتا من بره، محتاج يعمل اي حاجه في اي سينك اوبريشنز اعملها. تمام، وبعد كده طلع لي جيسون اوبجكت بيمثل لي الكومبوننت ده. الجيسون اوبجكت ده ممكن ابعته للكلاينت زي ما هو، او ممكن احوله ل اتش تي ام ال وابعته للكلاينت ك اتش تي ام ال، بحيث ان هو يشتغل ايه، سيرفر ريندرنج عادي، ويعمل لي الصفحه بشكل سريع وايه، كل الكلام الحلو احنا عارفينه ده. تمام، فهنا مديك مثال. المثال ده يعني بيوريك ان انا ازاي ممكن اعمل حاجه زي كده بابسط شكل ممكن يعني. فهو نفس المثال بتاع السيرفر ريندرنج اللي احنا عارفينه عادي جدا، ان هو بيمبورت اكسبريس ورياكت ورياكت سيرفر. تمام، وبيعمل لك سيرفر عادي جدا. تمام، وبيجيب لك الايه، الكومبوننتس، يحولها ريندر تو سترينج ويطلع لك اتش تي ام ال يبعته في الريسبونس. بس الفرق ان في فانكشن صغيره لذيذه كده في النص، الا وهي ايه، اللي هي turn server components into tree of elements. الفانكشن دي بكل بساطه بتعمل ايه؟ الفانكشن دي بكل بساطه بتاخد لك الرياكت كومبوننتس بتاعتك اللي هي مثلا زي الاب وكده ولا زي منه،
وتفضل تمشي على التري واحده بواحده. تمام. واي حاجه جواها، اي كومبوننت جواها، اي حاجه جواها بتحولها للاليمنت بتاعها بالشكل الصح. هتقول لي ازاي بالشكل الصح؟ هقول لك مثلا لو كان جواها مثلا يوزر ديفايند كومبوننت تاني، تقدر تحوله يعني تقدر تفك الكومبوننت ده ترجعه لمكوناته الاصليه. تمام. لو كان فيها مثلا اي اوبريشنز بتعمل، اي فانكشنز بتعمل اي حاجه، فبتخلصها بتشغلها بعد كده ايه، ترجع النتيجه النهائيه منها. تمام. وده اللي احنا هنشوفه كمان شويه. فهو بيقول لك الفانكشن دي شغاله ازاي، اللي هي اللي اسمها تيرن سيرفر كومبوننتس انتو تري اوف اليمنتس دي. قال لك هي بكل بساطه انها بتاخد كل اليمنت، تشوف هل الاليمنت ده اقدر اعرضه زي ما هو كده او ابعته زي ما هو كده. لو كده تمام بترجعه زي ما هو اهو. مثلا لو كان سترينج او نمبر او بوليان او نل، اقدر ابعته زي ما هو. تمام. طيب غير كده، لا، بتحاول انها تشتغل تمشي عليه، انها تطلع منه الجي 6 اللي يقدر يطلع منه. تمام. زي مثلا لو كان عندي اري، فبتعمل ايه؟ فبتعمل جي 6 دوت ماب، انها بترندر آه انها بترندر كل حته في الاري ده. مثلا لو انت مثلا عندك اري مثلا في الكومبوننت بتاعك، انت مثلا عندك مثلا صفحه يوزر، اليوزر ده مثلا فيه 10 صفحه اليوزر مثلا فيها 10 يوزرز، فانت بتعمل اليوزرز في اري، وبعدين تعمل اري دوت ماب وتقول لهم رندر لي ايه اليوزر بيج كل مره لكل يوزر. فده اري، فاحنا بناخد الاري ده وبن ايه نرندره تو جي 6 ونطلعه. تمام. دي نقطه. طب لو كان عندي اوبجكتس، اوبجكتس دي ممكن تكون رياكت اليمنتس. ازاي اعرف انها رياكت اليمنتس؟ ان عن طريق يبقى فيها سيمبل اسمه تايب اوف، بيبقى قيمته رياكت دوت اليمنت. فالرياكت اليمنتس ممكن تكون حاجه من الاثنين، ممكن تكون بيلت ان كومبوننت زي الديفز والباراجرافز وكده، فبنشتغل عليها بشكل بسيط جدا، ان انا بديها البروبس بتاعتها وخلاص. تمام. طب لو كان مثلا التايب بتاعه فانكشن، كده انا اعرف ان هو فانكشنال كومبوننت من اللي انا بعملهم، اللي هم مثلا زي اليوزر بيج، ليست ايتم، الكلام ده كله. فاعمل ايه؟ بطلع منه الكومبوننتس لوحده والبروبس لوحدها، اعمله ريندر. تمام. ان انا بقول له يعني ايه، خد البروبس بتاعتك اهي، هات لي النتيجه بتاعتك النهائيه، بعد كده حولها لايه جي 6 تو ذا كلاينت او كلاينت جي 6. تمام. طب لو كان arbitrary اوبجكت، ممكن يكون arbitrary اوبجكت كبير يعني، او اوبجكت فيه حاجات كتير جوه، زي مثلا يكون في يكون مثلا بستخدم باترن معين، او مثلا باعت اوبجكت الكومبوننت او باعت حاجه كده. فبكل بساطه بعمل ايه؟ برضه بمشي على كل الاوبجكتس او كل حاجه في الاوبجكت ده، احولها لايه جي 6 عادي جدا. تمام. في نقطه هنا ممكن تكون خدت بالك منها، ان انا بقويت حاجات كتير. اول حاجه الفانكشن دي اسync، وانا بقويت هنا اهو، وبقويت هنا، وبقويت هنا. تمام. بقويت في كل حته. ففكره القويت دي ان يعني بتسمح لي ان انا اخلي الكومبوننت بتاعتي اسync. فمثلا هنا لو كان عندي كومبوننت بتاعي اهو، فالكومبوننت ده ممكن اعمله اسync، لان انا عارف ان هو هيقوت هنا. تمام. القويت لو لقيت حاجه اسync بتستناها، لو ما لقتش ما بتعملش حاجه عادي. فالكومبوننت بتاعي ده انا ممكن اعمله اسync، فده اللي بيسمح لي جواه ان انا اعمل اي حاجه اسync، زي مثلا ان انا اكلم داتابيز، اكلم سيرفر، اكلم اي بي اي خارجي اسync. فاهم؟ اشتغل على الفايل سيستم، اعمل اللي انا عايزه كله. هي دي الميزه اللي بتميز السيرفر كومبوننتس. تمام. تمام. شفنا الكلام ده كله، خلاص كده شفنا الحته دي كلها. تمام. طيب نيجي بقى، خلاص طلعنا الجي 6 اللي احنا عايزينه، وعايزين بقى نبعته للبراوزر. عشان نبعته للبراوزر محتاجين نعمل عمليه حاجه اسمها ايه، سيرياليزيشن. السيرياليزيشن ده هو ان انا بحول اي حاجه عامه لشكل اقدر ابعته. تمام. في حالتنا دي احنا بنحول الرياكت اليمنتس انتو سترينجز، عشان يعني ده كده ده شكل السيرياليزيشن. احنا ممكن السيرياليزيشن ده يبقى بايتس، ممكن يبقى اي شكل من الاشكال، بس فكره ان احنا بنحول الرياكت اليمنتس بتاعتنا انتو سترينجز، ده اللي بنسميه سيرياليزيشن هنا في الحاله دي. تمام. ليه بنحتاج نعمل سيرياليزيشن؟ سيرياليزيشن ده عشان بكل بساطه نضمن ان احنا رندرناه على السيرفر يبقى هو على الكلاينت، عشان في عمليه هيدريشن بتحصل وفي ديفنج بيحصل. فلو الحته اختلفت، اللي على السيرفر اختلف عن اللي على الكلاينت، الديفنج والريكونسيليشن يبوظوا مننا. تمام. دي حاجه. فلازم نعمل سيرياليزيشن بشكل صح، نضمن ان احنا كل حاجه بنبعتها بتوصل بالشكل السليم والكلاينت يقدر يفهم. تمام. ليه ده تريكي؟ ده تريكي لان في يعني كذا مشكله في النص. تمام. ايه هو المشاكل دي؟ ان انا عشان اسيريلايز الحاجه لازم تبقى سيريلايزبل اصلا. فهل كل حاجه سيريلايزبل؟ لا، في عندي اكتر من حاجه سيريلايزبل زي ما هنشوف كمان شويه كده. تمام. تمام. هنا بيقول لك مثال ايه، بيقول لك مثلا السيرفر ريندرنج اللي احنا كنا بنعمله، اللي هو مثلا لو جبنا الحته دي، نجيب لكم بس الحته دي، اللي هو مثلا الحته دي، فكره ان انا بحول الحاجه تو سترينج وببعتها، ده كده سيريلايزيشن. ده سيريلايزيشن عادي جدا يعني. تمام. فده شكل من اشكال السيريلايزيشن. دلوقتي احنا بنحول حاجه ثانيه، اللي هو الجيسون اوبجكت الكبير ده، او الجي اس 6 اوبجكت الكبير ده، بنحاول نعمله سيريلايزيشن. تمام. ايه المشكله؟ ان زي ما قلت لك مش كل حاجه سيريلايزبل. طب ايه الحاجات اللي مش سيريلايزبل عندنا دلوقتي؟ الا وهي السيمبلز. ايه هي السيمبلز دي؟ ان احنا عندنا الرياكت اوبجكتس او رياكت اليمنتس، يعني فيها بروبرتي كده اسمها تايب اوف. تايب اوف ده بيعرفني ان هي رياكت اليمنت. تمام. اسمه دولار ساين تايب اوف.
وده يعني سيمبل رياكت بتستخدمه عشان تعرف الكومبوننت بتاعتها. فنوعه سيمبل. السيمبل ده بيلت ان تايب في الجافا سكريبت عادي جدا. الفكره ان السيمبل ده مش سيريلايزابل، ما اقدرش اعمل له سيريلايزيشن. تمام. فدي عندي مشكله. حاجه ثانيه برضو مشكله ممكن تشوفها هي ان انا لو عندي فانكشنز مثلا، لو انا ببعت فانكشنز، تمام، ببعت فانكشنز مثلا كايفنت هاندلرز، بستخدم مثلا هوكس، الكلام ده كله، الحاجات دي كلها ما اقدرش اعملها سيريلايزيشن. فالحاجات دي ما اقدرش اعملها سيريلايزيشن وابعتها للنتورك، فدي بتقدم لي مشكله. فدي حاجات لازم نخلي بالنا منها، ودي هي دي الصعوبات بتاعت الرياكت سيرفر كومبوننتس عامه يعني. فعشان نتجاوز الصعوبات دي بنستخدم ايه التول اللي بنستخدمها في السيريلايزيشن اصلا؟ بنستخدم جيسون سترينجفاي وجيسون بارس، لان هم دول بيسترينجفاي الاوبجكتس، شغالين كويس جدا يعني. بس بقى اللي انت ممكن ما تكونش تعرفه هو ان هم يعني غير ان هم بياخدوا اوبجكت يعملوا له سترينجفاي او بارس، ممكن ياخدوا حاجه اسمها ريبليسر فانكشن. الريبليسر فانكشن دي يعني بترن على كل كي انا بحاول اعمل له سيريلايزيشن او دي سيريلايزيشن. تمام. السيريلايزيشن ان انا احول الحاجه من شكلها الاصلي في الكود لسترينج، والدي سيريلايزيشن هو العكس، ان احولها من سترينج لشكل الاصلي في الكود. تمام. فنقدر ناخد ريبليسر فانكشن. الريبليسر فانكشن دي ممكن اديها اي رولز او اي شكل عشان يعني يعمل سترينجفاي او بارس ليه. فانا مثلا ممكن اعمل له فانكشن زي كده، ان انا اقول له ان انا اقول له وانت جاي تسترينجفاي الكلام ده، لو لقيت كي اسمه تايب اوف اعمل ايه؟ حوله لسترينج. تمام. طب لو لقيت اي كي تاني، لا رجعه زي ما هو عادي جدا. فده كده بكل بساطه الاضافه اللي انا ضفتها عشان اتخطى فكره الايه السيمبلز دي. ونيجي نعمل العكس الناحيه الثانيه، وانا جايبها بارس. لو انا لقيت كي اسمه تايب اوف وانا عارف ان قيمته هتبقى سترينج، لا رجع لي بداله سيمبل، السيمبل قيمته رياكت اليمنت. طب لو لقيت اي حاجه ثانيه، لا رجعها زي ما كانت عادي. تمام. فدي كده عمليه الايه السيرياليزيشن تمت. يعني ايه عمليه السيرياليزيشن تمت؟ يعني انا بكل بساطه بعت الداتا دي يعني او حولتها لسترينج واقدر ابعتها للايه للكلاينت. تمام. فانا كده يعني اول ما الصفحه تظهر قدرت ان انا اظهر للكلاينت الداتا اللي قدامي، لان انا خلاص رندرت الحاجه على السيرفر وبعتها له. طيب عايزين بقى نكمل بقى بعد كده، عايزين نشوف مثلا ازاي لو في ابديت هيحصل هنعمله ازاي، لو في نافيجيشن هيحصل هنعمله ازاي. فتعالى كده نشوف الكلام ده. فبيقول لك عندنا النافيجيشن عندنا بيتم ازاي؟ النافيجيشن عندنا هيتم عن طريق الاي تاجز او اللينك تاجز عادي جدا. ولو انت تلاحظ هنا بستخدم اي حاجه بستخدم سيرفر كومبوننتس زي نيكست مثلا، تلاحظ النيكست بتقدم لك اللينك خاص بيها عشان يعني بيعمل الحركه دي يعني بيلت ان منه فيه كده. تمام. فاحنا عارفين اصلا اللينك تاجز بتشتغل ازاي. اللينك تاجز بتشتغل عن طريق انها بتعمل فول بيج نافيجيشن. فول بيج نافيجيشن اللي هو ان انا دلوقتي مثلا عايز اروح للبلوج بيج مثلا، فهو هيروح يبعت ريكوست للسيرفر، السيرفر يقول له انا عايز صفحه البلوجز، السيرفر يبعت له الصفحه بكل الحاجه بتاعتها، فانا اخدها اشيل اللي عندي ده ارميه واروح حاطط البتاع دي. تمام. ده الشكل اللي كانوا شغالين بيه زمان قبل الكلاينت فريم وركس زي رياكت وفيو الكلام ده كله. تمام. لذيذ وكل حاجه، بس يعني بطيء تقيل كل الكلام ده. فاحنا عايزين بقى نبعد عن الكلام ده، نشتغل بالطريقه اللي هي الكلاينت نافيجيشن اللي احنا كنا بنشتغل بيه دلوقتي او كنا بنشتغل بيه قبل كده، اللي هو في الكلاينت فريم وركس زي رياكت وكده. عايزين نعمل حاجه زي كده. نعمل حاجه زي كده ازاي؟ نعمل حاجه زي كده ان احنا يعني ننترسبت الموضوع، يعني نمسك الموضوع قبل ما يطلع من عندي. تمام. نمسكه ازاي؟ نمسكه احنا بكل بساطه عندنا ايفنت ليسنر. ايفنت ليسنر بيعمل بيمسك الايفنت اللي طالع. تمام. اللي هو ان في ان انا دوست على اللينك دلوقتي وفي ايفنت هيطلع، تعالى اقول له لا انت رايح فين، تعالى هنا، خد تعالى هنا. تمام. هات لي انت رايح فين، انت رايح للصفحه الفلانيه دي، انا هاخد الصفحه اللي انت عايز تروح لها دي، هجيب لك الداتا بتاعتها ورياكت هترندرها والدنيا تمشي زبالي خلاص. تمام. فهو هنعمل ايفنت ليسنر على الويندو، ان على اي كليك بتحصل في الويندو لو كان التارجت بتاعها لينك لا ما تعملش اي حاجه. تمام. بريفنت ديفولت واعمل نافيجيت للايفنت اللي هو كان رايح له. هو مثلا رايح لبلوج، هات لي بلوج دي اعمل لها نافيجيشن بايدك انت. تمام. تمام. ممكن تسال سؤال انا ليه بعمله على الويندو، ليه مش بجمع الاي تاجز كلها واعمل لها الايفنت ليسنر؟ ده اسمه ديليجيشن، وده رياكت شغاله كده اصلا. تمام. في الايفنتات العاديه حتى ان انت لما تحط اون كليك او كده هي بتحطها زي توب ليفل عشان يعني الموضوع اسهل واسرع. تمام. طيب فانكشن نافيجيت دي بتعمل ايه؟ فانكشن نافيجيت دي زي ما قلت لك هي هتروح تمسك اليو ار ال اللي انا بعته، هتروح تجيب الداتا بتاعته من على السيرفر وتديها رياكت ترندرها. تمام. تعالى كده نشوف ده بيحصل ازاي. قال لك النافيجيت اهي. طيب ممكن حتى نجيبها من هنا عشان تبان بشكل اوضح. اين انت اهي ادي نافيجيت. قال لك نافيجيت دي بتعمل ايه؟ نافيجيت دي هتفتش اليو ار ال اللي انا بعته، مثلا طلب صفحه البلوجز، فتروح تطلب صفحه البلوجز من السيرفر وهتبعت معاها هيدر اسمه جي 6 اونلي بترو. تمام. هنعرف فايدته ايه دلوقتي. هيرجع لها ريسبونس، هنجيب الجيسون من الريسبونس ده كجي 63 نعمل لها بارس بالبارسر اللي احنا لسه عاملينه ونديه للروت نقول له اعمل لي ريندر للاليمنت ده. تمام. تمام.
ممكن تسال نفسك الروت ده جه منين. الروت ده جه من الفانكشن اسمها هيدريت روت. احنا لما بنشتغل بقى، طالما اشتغلنا سيرفر ريندرنج والكلام ده كله، فبنستخدم فانكشن اسمها هيدريت روت عشان تكريت لي الروت. تمام. فاقدر اقول له روت دوت ريندر للاليمنت اللي انا هديه لك ده. اوكي. طيب، في بقى تكايه هنا ما اتكلمناش عنها، الا وهي ليه النافيجيت فانكشن بتبعت هيدر اسمه جي 6 اونلي. لان احنا دلوقتي كابلكيشن نقدر نستخدم الابلكيشن بشكلين. اول شكل هو ان انا ابعت لك ال HTML جاهز، وده اللي بنعمله اول مره بس في الابلكيشن. تمام. اللي هو الانيشال ريندر خالص، بنبعت لك ال HTML كامل عشان تشتغل بقى سيرفر ريندرنج وتعرض للكلاينت الحاجه اللي هو عايز يشوفها من غير تاخير، من غير اي لاج اي حاجه. وممكن نشتغل بطريقه ان انا ابعت لك الكومبوننتس كجي 6. تمام. وانت بقى ترندرهم عندك، تشيل عندك وتحط عندك من طريق الكلاينت. تمام. فهي دي الفكره كلها، ان انا لو عندي لو لقيت في الريكوست بتاعي الهيدر اللي اسمه جي 6 اونلي ده، هعمل ايه؟ هبعت الحاجه كجيسون زي ما قلنا من شويه. طب لو ما لقيتهاش هبعتها كسيرفر ريندرنج عادي. خلي بالك انت من الفكره، هي دي الفكره كلها. تمام. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، الا وهي الميكنج ابديتس. بيقول لك ان احنا دلوقتي عايزين نعمل ابديتس. ايه هي الابديتس دي؟ ان انا مثلا عندي زي هنا مثلا عندي الكاونتر ده انا عايز اغيره. تمام. يعني عندي شويه داتا في الصفحه كده بتعرض، وعندي كاونتر مثلا عايز اقول له اون كليك يعمل كذا، اغير في الكاونت الكلام ده كله. ف هنا بقى في شويه ليميتيشنز في حته الابديتس دي. تمام. ان مش كل حاجه انا عايز اعملها اقدر اعملها عن طريق السيرفر كومبوننت. السيرفر كومبوننت لها شويه ليميتيشنز، بس برضه فيها ميزات احسن من الكلاينت كومبوننت، وكذلك الكلاينت كومبوننت تفرق عنها بشويه حاجات. فتعال نشوف الايه الليميتيشنز بتاعتنا دي. الليميتيشنز بتاعتنا مثلا اول حاجه ان انا مثلا بستخدم يوز ستيت ده كلاينت اي بي اي بس. يعني ده محتاج الكلاينت عشان يشتغل، محتاج ان يكون على البراوزر عشان يشتغل. تمام. دي نقطه. فده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اجي ارن الكلام ده، تمام، لما اجي ارن الفانكشن اسمها كاونتر دي او الكومبوننت اسمه كاونتر ده، السيرفر هيدور على يوز ستيت دي مش هلاقيها، فمش هيرندر، هيطلع ايرور، مش هيرندر. تمام. مفيش حاجه من ده هتشتغل. فدي مشكله. اوكي. المشكله الثانيه برضو ان انا عندي اون كليك. عندي هنا ايه؟ اون كليك، وده دي فانكشن ببعت فانكشن، وده ايفنت هاندلر. اول حاجه فكره ان الاون كليك ذات نفسها كاي بي اي دي برضو موجوده على السيرفر، او سوري موجوده على الكلاينت بس. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا ببعت فانكشن، الفانكشنز دي برضو مش هترن على السيرفر، او مش هتتبعت من السيرفر للكلاينت، لان زي ما قلنا الفانكشنز مش سيريلايزر. تمام. فانكشنز ار نوت سيريلايزر. فانا مثلا لما اجي اعمل الشكل ده بشكل سيرفر كومبوننتس، يعني هعمله ازاي؟ هعمله كده. هعمله كده ازاي؟ ان انا عندي سيرفر كومبوننت عادي جدا اهو، في كل حاجه ممكن تشتغل على السيرفر، وفي كومبوننت تاني كلاينت كومبوننت. تمام. طب الكلاينت كومبوننت شكله ازاي؟ شكله اهو كلاينت كومبوننت عادي جدا زي اللي احنا عاملينهم عادي جدا. في بقى هوكس، في يوز ستيت، يوز افكت، الحاجات اللي انا بستخدمها دي كلها. تمام. وبس بيبدا بدايركتيف لذيذ جدا اسمه يوز كلاينت. ده الدايركتيف ده اللي بيعرف السيرفر بتاعي ان الكومبوننت ده كلاينت كومبوننت ولا سيرفر كومبوننت. طب السيرفر محتاج يعرف المعلومه دي ليه؟ محتاج يعرف المعلومه دي عشان يفرق ما بينهم، عشان الحاجات اللي ترن على السيرفر يرنها على السيرفر، والحاجات اللي ترن على الكلاينت ما يرنهاش على السيرفر، او ياخد منها الجزء اللي ينفع يشتغل على السيرفر بس، ويبعت الايه الباقي للكلاينت، او يبعتها كلها للكلاينت. دي النقطه. تمام. اوكي. تعال نشوف ده بيقول لك ايه كده. فهو انا بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي انت عملت ايه؟ انت دلوقتي كده فصلت الكومبوننت بتاعك لحتتين، حته بترن على السيرفر او على قد ما تقدر بيرن على السيرفر خلاص حطيته رن على السيرفر، واللي ما تقدرش ترن على السيرفر طلعته كلاينت كومبوننت. فانت كده انت كسبت كده نقطه. كسبت ايه؟ كسبت نقطه ان انا برندر على قد ما اقدر على السيرفر، فبالتالي الجافا سكريبت اللي انا هبعتها للكلاينت هتبقى اصغر ما يمكن. فدي نقطه انا كسبتها. ف اوكي. تعال نشوف بقى حاجه زي كده بتحصل ازاي. قال لك الموضوع ده كله يعني الميزه فيه هو، او التريكايه فيه هو فكره الايه اليوز كلاينت دايركتيف اللي فوق دي. تمام. دي رياكت وهي شغاله على السيرفر بتبص على الفايلات اللي هي بتقراها، تشوف اي فايل اوله يوز كلاينت بتبعته ككلاينت باندل، تحطه في الكلاينت باندل وتبعته. تمام. وبتبعته في الكلاينت باندل ازاي؟ ان هي انت على السيرفر بتعمل رياكت تري، صح؟ بتعمل رياكت تري ازاي؟ ان انت عندك كومبوننت جوه كومبوننت جوه كومبوننت جنبيه كومبوننت جوه كومبوننت وهكذا وانت ماشي، صح؟ فلما بنكون بنرن الكلام ده يعني في سيرفر كومبوننتس، الكومبوننتس اللي بترن على السيرفر او تقدر ترندها على السيرفر، تقدر ترندر الحاجات دي كلها تبعتها على السيرفر عادي. طب لما الاقي في النص خازوق كده اللي هو كلاينت كومبوننت مش عارف ارندره، اعمل ايه؟ فانا مش برندره، انا بعمل ايه؟ انا بعلم بقول ان هنا الحته دي في التري بتاعتي زي ما هنشوف كمان شويه فيها كلاينت كومبوننت، وبديله علامه، وببعت الجافا سكريبت بتاعته مع كلاينت باندل بنفس العلامه، عشان الكلاينت لما يجي يرندر الكلام ده يلاقي ان يقول لك انا هنا محتاج الفايل اللي اسمه 1 2 3، ادور في الباندل بتاعتي الاقي 1 2 3 موجود، واروح واخده وحاطه مكانه والدنيا تشتغل والدنيا زي الفل. تمام. وطبعا بما ان انا بعمل يعني ايه
ببعت الكلاينت باندل بتاعتي على اكتر من حته، وممكن يعني يبقى فيها اكتر من حته، مش لازم كلهم يبقوا حته واحده. فده بيسمح ان انا اقدر مثلا ابعت اكتر من باندل، يعني مثلا ابعت كل كومبوننت لوحده او كل كام كومبوننت لوحدهم، او اعمل لهم يعني كود سبليتنج. تمام. وممكن اعمل كمان ليزي لودنج، ان ده يعني ما اجيبش الكومبوننت غير لما احتاجه فعلا. تمام. تمام. طبعا كل الكلام ده بيتم عن طريق الباندلر، ودي كلها يعني تفاصيل انت مش محتاج تفهمها قوي يعني، غير لو انت بتبني فريم ورك بالفعل. تمام. باندلر زي فيت او از بيلد او حاجات زي دي كلها هي اللي بتهندل الحاجات دي كلها، مش احنا. تمام. فهنا بيديك المثال احنا قلنا من شويه، ان عندي شويه كومبوننتس كلهم سيرفر كومبوننتس ما عدا الخازوق اللي في النص ده. تمام. فايه اللي بيحصل؟ بيقول لك هو رياكت بتحط له سيرفر، قال لك هو السيرفر بيرندر البليس هولدر في المكان ده، بيحاول يرندر اي ستاتيك يعني كلام فيه، اي كلام ستاتيك فيه. تمام. ويحط ايه ريفرنس للموديول بتاعه ده في الكلاينت باند. تمام. يعني ايه؟ يعني لما اوصل للحته دي في التري استخدم الموديول ده، هو بيقول لك كده بالظبط يعني. تمام. كاني برندر الرياكت سيرفر تري على الرياكت كومبوننت تري يعني على السيرفر، واسيب فيها فراغ للكلاينت باند اللي هتركب يعني. تمام. تمام. لو عايزين نشوف فعلا الكلام ده بيحصل ازاي، في فيديو رائع ممكن كده اروح اجيبه لكم دقيقه واحده. لو بصينا كده على الفيديو ده، فين اهو الفيديو ده اللي هو رياكت سيرفر كومبوننتس فروم سكراتش، فيديو تلت ساعه بس بيعمل لك السيرفر كومبوننتس فروم سكراتش حرفيا يعني، بيوريك حاجه زي كده بتحصل ازاي، وازاي بيعلم الكلاينت كومبوننت، وازاي مثلا بيشغل حاجه زي السسبنس والكلام ده كله. فيديو رائع، انصحكم تتفرجوا عليه. تمام. فهنا بيديك يعني الشكل الاوتبوت بيطلع ازاي. بيطلع ان هو عندك ادي رياكت اليمنت تري عادي جدا، ده هنا ديف، ده هنا اتش 1، ده هنا باراجراف زي ما شفنا فوق. لكن تيجي بقى عند حته معينه، ايه ده كلاينت كومبوننت، فماشي هو ده كلاينت كومبوننت، فانا هديك العلامه بتاعته ايه، الفايل نيم والموديول اي دي ومكانه تلاقيه فين. تمام. والتايب بتاعه مش بقى رياكت اليمنت، لا التايب بتاعه رياكت موديول ريفرنس. تمام. وهلم جر. فيبقى البندلر اللي هو فيت او ايا كان انت بتستخدمه يعني، او ويب باك او غيره، يقدر يرندر الحاجات دي على السيرفر ويبعتها للكلاينت، وعلى الكلاينت يستلم وايه ويقدر يوفق ده مع ده يعني. تمام. وبيقول لك كمان انك تقدر تربط او تحط السيرفر كومبوننتس عندك في سسبنس باوندريز. ايه فكره سسبنس باوندري؟ سسبنس باوندري ان انا افرض مثلا يعني الكلاينت كومبوننت اللي انا برندره ده اللي هو مثلا هنا ده محتاج سسبنس، محتاج انه مثلا يستنى حاجه معينه تتعمل، مثلا يعني في افكت، في فيتش بيحصل بتاع، فانا محتاج احطه جوه سسبنس. فانا اقدر احط يعني سسبنس باوندري احطه جوه الكلاينت بورت بتاعي. بعد ما احطها جوه كده يعني في برضو اجزاء من البندلر بتهندل الفكره دي، بتهندل فكره ان هو مثلا اول لما يجي ريندر مثلا يرندر الفول باك بتاع السسبنس باوندري الاول لحد ما الكلاينت يخلص. طب لما الكلاينت يخلص يروح مبدل ده بدا يشيل الفول باك بتاع السسبنس باوندري ويحط الكلاينت بار، زي ما شفنا في شابتر 4 تقريبا او 5 حاجه كده شفناها فوق يعني، ان رياكت على الكلاينت تقدر تشيل ده وتحط ده لما تلاقي داتا جديده ظهرت وعارفه مكانها فين وكده. تمام. تمام. اوكي. نيجي بقى لشويه ايه نيوانس، يعني شويه افكار كده ممكن حاجات يعني بتتفهم غلط، شويه مشاكل ممكن الواحد يعني يواجهها في سكته. الا وهي ايه؟ قال لك a common misconception that server components execute only on the server and the client component execute only on the client. This isn't true. يعني ايه؟ يعني انا لما يبقى عندي سيرفر كومبوننت وكلاينت كومبوننت، الحاجات دي بترن فين؟ السيرفر كومبوننت بيرن على السيرفر بس، دي سهله دي. تمام. لان هو يبقى في حاجات اصلا ما ينفعش تنزل الكلاينت خالص. تمام. طب الكلاينت كومبوننت هل بيرن على الكلاينت بس؟ لا، ليس بالضروره. تمام. لان هو محتاج يرندر لي على الاقل البيزك اتش تي ام ال بتاعي من غير اي ايفنت هاندلرز، من غير اي هوكس، من غير اي حاجه. فبيرندر مره على السيرفر عشان يعني ابعت له الانيشال اتش تي ام ال او اطلع منه الانيشال شكل الكود يعني المبدئي. تمام. بعد كده ببعته للكلاينت فيروح رن مره ثانيه على الكلاينت عشان بقى يركب الايفنت هاندلرز ويشغل الهوكس ويعمل كل الكلام اللي هو بيعمله ده. تمام. تمام. فبيقول لك فكره اصلا كومبوننت اكسكيوت، يعني ايه اكسكيوت اصلا؟ اكسكيوت دي ممكن يبقى لها اكتر من معنى. اكسكيوت مثلا على السيرفر معناه ان انا بطلع منه البيزك اتش تي ام ال شيل. طب اكسكيوت على الكلاينت معناها لا، ان انا بطلع منه بشغل منه الهوكس بقى والايفنت هاندلرز والحاجات دي كلها بتاعتي. تمام. فده شكل مثلا اكسكيوت على السيرفر، ان انا بطلع منه الشيء ده. تمام. فبيقول لك during server rendering client component execute on the server and output object representing react elements، بتطلع لي حاجات زي كده للرياكت elements اللي جواها. ده منطقي جدا. تمام. فبيقول لك اهو السيرفر كومبوننت بتشتغل على السيرفر بس وتطلع لك رياكت اليمنتس، وكذلك الكلاينت كومبوننتس. تمام. وبعد ما نحولهم كلهم لاوبجكت نبعته للكلاينت، تمام، السيرفر كومبوننت خلاص ما بتشتغلش تاني. لو انا عايز سيرفر كومبوننت تاني لازم ابعت للسيرفر، سيرفر يرنه عنده ويبعت لي النتيجه. تمام. لكن الكلاينت كومبوننتس لا، يقدر بقى يكمل شغل على الايه الكلاينت. تمام.
فتيجي بقى شويه رولز اوف سيرفر كومبوننتس. اول رول حاجه واضحه جدا يعني سيرياليزابيلتي از كينج. سيرياليزابيلتي از كينج يعني ايه؟ يعني لازم اهم حاجه في سيرفر كومبوننتس ان الحاجات اللي انا ببعتها تبقى سيرياليزابل. عشان كده ما اقدرش ابعت سيمبلز، عشان كده ما اقدرش ابعت فانكشنز لانها مش سيرياليزابل. فالسيمبلز حلينا فكرتها، الفانكشنز او الهوكس او الكلام ده كله بن ايه بنسيركم نافيجيت حواليه كده، بنحاول نلف حواليه كده ان احنا يعني نبعته على اصغر يعني في مكان اقل مكان ممكن، تمام، انه يتبعت في الكلاينت باندل، تمام، ما يتبعتش في ما يبقاش موجود على السيرفر يعني، تمام. نو افكتيف هوكس ده برضه قلنا من شويه، لان قلنا الهوكس من ناحيه هي فانكشنز مش سيرياليزابل، من ناحيه ثانيه هي اصلا كلاينت اي بي ايز اساسا، هي حاجات تعتمد على الكلاينت، يعني لازم يكون في كلاينت موجود، في براوزر موجود عشان تشتغل على اساسه، تمام. هل كل الهوكس محتاجه كلاينت؟ لا مش كلها. في مثلا هوكس مش محتاجه كلاينت خالص، في حاجه مثلا يعني على حسب كلام شات جي بي تي يعني قال لك ان اليوز كول باك واليوز ميمو مش محتاجين كلاينت خالص يعني، ممكن ارنه في اي واحد. في حاجه اسمها ثانيه اسمها يوز اي دي. يوز اي دي على ما اعتقد يعني بيبقى موجود على السيرفر برضه على الكلاينت، عشان هو اصلا فكرته ان هو يعمل لك نفس الاي دي على السيرفر وعلى الكلاينت، فدي فكرته، فبيشتغل عادي. الفكره بس ان الحاجات اللي بتعمل على الكلاينت ما اقدرش استخدمها على السيرفر، تمام. وبيقول لك مثلا حتى مثلا عندك نيكست جي اس مثلا، انت لو عندك سيرفر كومبوننتس عندها لينت رولز، قواعد كده ممكن بتشتغل وانت شغال تكتب كود تمنع لك انك تبيلد الابلكيشن او كده، وهو في اصلا هوكس شغاله في سيرفر كومبوننتس، تمام. تمام. ستيت از نوت ستيت. يعني ايه ستيت از نوت ستيت؟ دي فكره هو ذكرها قبل كده في الكتاب، قال لك ان فكره الستيت على الكلاينت غير فكره الستيت على السيرفر. فكره الستيت على الكلاينت ان انا مثلا بستخدم يوز ستيت او يوز ريديوسر، ودي بتبقى منفصله لكل كلاينت لوحده. يعني مثلا انا كاياد على جهازي هنا بعمل حاجه، انا اياد على تليفوني اللي هو جهاز مختلف بس نفس الاياد، يبقى عندي ستيت مختلفه وحاجه مختلفه، تمام. انما انا لما يبقى عندي ستيت على السيرفر، الستيت بتاعت السيرفر دي هي ممكن تكون واحده، وممكن تكون شيرد من اكتر من كلاينت، تمام. ما اتكلمش على فكره داتابيز او كده، بتكلم ان انا مثلا عندي حاجه على السيرفر، فانا عندي سيرفر واحد وكلاينتس كتير، فالكلاينتس كلها مشتركه في السيرفر ده، تمام. فانا يعني الفكره كلها ان انا ما سيفش او ما احطش حاجه على السيرفر ممكن تكون خطر، ممكن يكون فيها خطر، ممكن تكون فيها سكيورتي ريسك، تمام، بحيث انها تتشير. لا، احاول افصل الستيت على حسب الكلاينتس، تمام. ونقطه مهمه جميله جدا كمان ان الكلاينت كومبوننتس كان نوت امبورت سيرفر كومبوننتس. ولاحظ الفكره هنا انه بيتكلم على الامبورت، ما قالكش كان نوت ريندر، كان نوت بريفيو، كان نوت ديسبلاي. الفكره كلها في الامبورت. ليه فكره الامبورت؟ لان السيرفر لما يجي يعمل لك التري بتاعتك، تمام، لما يجي يعمل لك التري بتاعتك ويشوف انت الفايل ده موجود فين وبيمبورت ايه وبيستعمل ايه وكده عشان يبني لك البندل بتاعته، هيجي مثلا يلاقي ان كلاينت كومبوننت بيمبورت سيرفر كومبوننت، سيرفر كومبوننت لما تيجي ترنه مش هتلاقي السيرفر اي بي ايز والكلام ده كله، فمش هيشتغل، تمام، على حسب الايه الامبورت هيراركي بتاعتك، تمام. فهو هنا مديك مثال بيقول لك ان انا عندك ايه كلاينت كومبوننت اهو، يوز كلاينت، وبتمبورت سيرفر كومبوننت، تمام. فده هيديك ايرور انك بتحاول تمبورت سيرفر كومبوننتس. ليه؟ لان هو اول حاجه سيرفر كومبوننت بيشتغل على السيرفر بس مبدئيا، دي نقطه واحد. نمره اتنين، ان انت على ما تيجي ترن الكود ده، الكود ده هيكون بيرن على الكلاينت فمش هيلاقي سيرفر يرن عليه، فدي النقطه، تمام. انك لما تيجي ترن الكلام ده، تمام، ساعتها بقى هيمبورت ويحط لك السيرفر كومبوننت ده ويشغله، هيلاقيه بيرن على الكلاينت ومش هيشتغل، تمام. لان يعني انت لو تفتكر في الرسمه اللي جبناها من فوق شويه، على كده نطلع نجيبها تاني، اللي هي دي، تمام. هو هنا سيرفر كومبوننت جواه سيرفر جواه سيرفر، اول ما يشوف كلاينت خلاص بيبتدي يوقف انه يرندر حاجات على السيرفر من هذه النقطه، من اول الكلاينت ده وكل حاجه جواه هي كلاينت خلاص، تمام. انما انت لو سيرفر تقدر تخش في الكلاينت يعني، انما لو انت كلاينت ما تقدرش تخش ناحيه السيرفر تاني، تمام، لان الموضوع كده هيبقى بزراميط فالدنيا هتبوظ منك. فهنرجع لموضوعنا. فدي المشكله. اوكي، فمثلا بيقول لك سيرفر كومبوننت ده ممكن يكون مثلا بيريد فايل مثلا او بيعمل حاجه، فالحاجه دي مش هينفع تشتغل على الكلاينت، مش هتلاقي لها يعني اي بي اي تشتغل منه اصلا، تمام. فانا عشان اعمل حاجه زي كده بنستخدم الكومبوزيشن او الشيلدرن بروب، بمعنى ان انا عندي كلاينت كومبوننت اهو، انا عايز احط جواه داتا جايه من على السيرفر، احط حاجه جايه من على السيرفر، فاعمل ايه؟ اديها له كبروب، تمام. عايز اخد داتا فاديها له كبروب، عايز اخد كومبوننت ممكن اخده كبروب، تمام، عن طريق ان انا اخده كتشيلدرن ايه بروب بهذا المنظر. اوكي، فاهو يبقى معايا كلاينت كومبوننت، السيرفر كومبوننت معانا البيرنت اهو بيمبورت السيرفر كومبوننت وبيعرض الكلاينت كومبوننت جوه الايه او السيرفر جوه الكلاينت، تمام. الفكره ايه بقى؟ الفكره ان الكلام ده لما يجي يرن فهو هيشوف ان انا عندي كلاينت كومبوننت وسيرفر كومبوننت، هيرندر السيرفر كومبوننت يعني ويحط محتواه جوه يعني كبروب للكلاينت كومبوننت وخلاص خلصت. خد بالك من الفكره، مش هيرن الحاجه اللي على السيرفر لما توصل جوه الكلاينت، مش هيعمل كده، تمام. اوكي، فهي الفكره كلها ان هو مش عايز يحط لك حاجه بتشتغل على السيرفر تنزل او توصل للكلاينت، ففي الحاله دي هو مش هيوصل للكلاينت. ليه؟ لان بكل بساطه الكلام ده كله هيرن على السيرفر اول مره، وبعد كده الكلاينت كومبوننت بقى يشتغل زي ما يشتغل، تمام.
كلاينت كومبوننتس ار نوت باد، دي برضه نقطه ثانيه. هو احنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نعمل الابلكيشن بتاعنا كله على قد ما نقدر سيرفر كومبوننتس، انه يشتغل على السيرفر. ليه؟ لان السيرفر كومبوننتس احسن ليه؟ انها ترندر على السيرفر، سكيور، اسرع، الكلام الجميل ده كله. تمام. بس ده مش معناه ان الكلاينت كومبوننتس ار باد. كل اللي احنا كنا بنشتغل بيه لحد الان كان كلاينت كومبوننتس، وكانت بتأدي وظيفتنا بشكل كويس، بشكل كامل. كان عندنا لايبرز كتير وحاجات كتير بتشتغل بيها. فالسيرفر كومبوننت دي فكره جديده، بس ممكن يعني نضيفها معانا، مش نلغي فكره الكلاينت كومبوننتس خالص. وفي الاخر برضو في حاجات ما بتتعملش غير كلاينت، حاجات زي الهوكس والكلاينت اي بي ايز الكتيره اللي موجوده عندنا. تمام. فالحاجات دي كلها بتتعمل كلاينت بس، فده مش معناه ان انا ارمي كلاينت كومبوننتس في الزباله يعني. تمام. وزي ما عندنا سيرفر كومبوننتس، عندنا كمان حاجه اسمها سيرفر اكشنز. ايه هي السيرفر اكشنز دي؟ هي فكره ان انا من على الكلاينت برن فانكشن، الفانكشن دي مش بترن على الكلاينت، لا دي بترن على السيرفر، تروح ترن على السيرفر تجيب نتيجه ترجعها لي تاني. تمام. فده بيشتغل ازاي؟ ده بيشتغل عن طريق دايركتيف ثانيه اسمها يوز سيرفر. يوز سيرفر دي بتعمل ايه؟ بتمارك فايل كده، او بتمارك مجموعه من الفانكشنز او فانكشن واحده، ان الفانكشن دي ما بتشتغلش على الكلاينت، دي اللي بتشتغل على السيرفر. تمام. فهي انت من ناحيتك انت ككود هي تبان انها فانكشن، بس هي من ناحيه من ذا جريتر سكيم اوف ثينجز، يعني من نظره كبيره كده للموضوع، هي لا، هي مش فانكشن، هي زي ما تقول كده اي بي اي كول، ان انا باخد الداتا اللي انا بعتها لك واروح ابعتها على السيرفر، السيرفر يرن الكلام ده كله ويرجع لك النتيجه عندك. تمام. فيقول لك هي فانكشن، تبقى اول حاجه فيها ايه؟ يوز سيرفر. تمام. قال لك to signal to react to the bundler that this function can be called from the client side code but only execute on the server، يعني بناديها من الكلاينت بشغلها على السيرفر. تمام. وبقول لك هو بتعمل نتورك ريكويست includes a serialized copy of any arguments، والدنيا تشتغل على السيرفر وترجع لك النتيجه ايه؟ serialized برضو على الكلاينت. تمام. وبيقول لك اهو زي ما ممكن تحطها في بدايه فانكشن، ممكن تحطها في بدايه فايل عشان كل الفانكشنز اللي فيه تبقى سيرفر فانكشنز. ف حاجه زي كده ممكن نستخدمها في ايه؟ ممكن نستخدمها في الفورمز ميوتيشن، ان انا عندي هنا فورم اهي، الفورم بدل ما اعملها بقى اون سبميت وهاندل السبمشن بتاعها على الكلاينت، لا ممكن اعمل السبمشن بتاعها على الايه؟ على السيرفر. ازاي؟ ان انا اديها الفانكشن سيرفر فانكشن كاكشن، اقول لها الاكشن بتاعتك كذا كذا كذا، زي ما شفنا في المثال برده بتاع نيكست جي اس الشابتر اللي فات. تمام. اقول له كده يوز سيرفر، اعمل بقى اللي انت عايزه. تمام. تمام. طيب ايه فكره او ايه ميزه حاجه زي كده؟ فكره ميزه حاجه زي كده ان شوف الحاجه بتشتغل فين، شوف الحاجه بتشتغل فين. انا لو قلت لك قبل كده كنا بنخلي الفورم هاندلنج او الفورم سبمشن على الكلاينت، فلازم الكلاينت يكون شغال، لازم الجافا سكريبت باندل تكون جت ونزلت واشتغلت عشان اقدر ايه؟ اشتغل. دلوقتي لا، دلوقتي هنا مفيش اي حاجه بتشتغل على الكلاينت اصلا، فكل ده بيرن على السيرفر، فانا مش محتاج استنى الكلاينت عشان يشتغل، كل ده بيرن على السيرفر، فاقدر اشتغل حتى لو مفيش جافا سكريبت شغاله اصلا في الموقع. تمام. تمام. اوتسايد اوف فورمز، قال لك الاوتسايد اوف فورمز ممكن نستخدم يعني سيرفر اكشنز لاسباب تانية كتير، ممكن تعمل بيها اي حاجه انت عايزها. ممكن مثلا تستخدمها عشان تفتش داتا فيما بعد، يعني ممكن تستخدمها في ترانزيشنز مثلا عشان تديسبلاي لودنج انديكيتورز، تعمل اوبتيمستيك ابديتس، كل الكلام ده. هو هنا حاطط مثال انا ما اقتنعتش بيه بصراحه، يعني هو هنا حاطط المثال ان بينكريمنت اللايكس كاونت كايه في سيرفر فانكشن. تمام. وبيرنها في ترانزيشن. ده ايه فايدته؟ انا مش لاقي اي فايده خالص اللي بيحصل يعني. تمام. يعني كان ممكن يعملوا في الترانزيشن من غير الاسync، من غير الاويت، من غير السيرفر فانكشن، بس دي ما فهمتوش، ما علينا. تمام. ويقول لك ايه this really is intended only for library use، اللي هو الشكل العبيط اللي عامله فوق ده. تمام. as working with these directives in vanilla React is a bit cumbersome and requires quite a bit of wiring things up. يعني يقول لك ان فكره السيرفر كومبوننت سيرفر فانكشنز دي معموله لللايبريز، او ده كان زمان معمول لللايبريز، يعني كان قبل كده ما كانش في مثلا حاجه بتمبلمنتها غير مثلا نيكست، لكن دلوقتي لا، الموضوع بقى ايه؟ ابسط، بقت بيلت ان في رياكت ونقدر نستخدم بشكل عادي. طيب ده فيوتشر اوف رياكت سيرفر كومبوننتس، يعني انها بتتحسن. هو ده اللي عايز يقوله لك في الحبه دول، انها بتتحسن ازاي؟ بتتحسن ان رياكت تيم بيسبورتها احسن في باندلرز اكتر زي ويب باك ورول اب وغيره. تمام. وان الايكو سيستم بيدعمها بشكل اكبر، ان ينزل لها لايبريز وفريم وركس والكلام ده كله. وانت دلوقتي حتى اصلا لو بصيت مثلا على اي لايبرري انت بتستخدمها، مثلا رياكت كويري، بصيت على زوستند، بصيت على اي حاجه من دول، هتلاحظ ان بقى عندهم سيكشن خاص بفكره السيرفر، ان انا ازاي اشغل حاجه زي دي مثلا يعني في سياق السيرفر ريندرنج وسيرفر كومبوننتس والكلام ده. تمام. بس كده ده كان الشابتر بتاعنا، شابتر لذيذ ظريف جميل. كده يفضلنا شابتر واحد الا وهو الرياكت الترناتيفز، بيقعد يوريك يعني ايه رياكت الترناتيفز من الاخر، يعني يوريك مثلا حاجات شبه رياكت بس هي مش رياكت، بتعمل نفس الفكره بس بتعملها ازاي. فده اللي احنا نتعرف له الشابتر اللي جاي. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.